تأملوا كيف يدخل الربيع الأخضر الجميل ويد دفتري للكتابة حينا حول هذه الظاهرة التي تأتي في صمت، قد تكون ريحا خفيفة، قد تكون باردة، سيحرك الأوراق الأرجوانية، أوراق شجرة التوت الأبيض وأشجار البندق، ستحمل عطور الزنابق إلى الساحات، فوق القبور الحديثة، فوق القبور المنسية، وتذكر الأحياء والأموات أن في شهر آذار هذا هناك يوم يسمى بيوم الشعراء، يوم الشعر. تولستوي كتب القياسة: الدخول القوي الحافل إلى قوة العيش وإلى طموح الرجال، كل شيء في صفحة واحدة، في الصفحة الأولى. يا الله، نعم، اقرأوها، لأن إذا كان هناك شيء رائع يقوله الشاعر فهو أن الحياة تعود وتتحول إلى موقع، والرجال يكافحون ضد الطبيعة. تأملوا أيضا رميو أوديلورين بمتحف بوسكين، المرأة الوردية والعارية تحت الشجرة الضخمة. وليس هناك حاجة لقول أي شيء في هذا اليوم 21 من آذار. لقد كتبت قبل سنوات عديدة في الربيع، في الوقت الذي كانت فيه شجرة الغار تنمو لتقدم تاجا منتصر. خذوا الورود قبل أن تسقط أوراقها، أوراق وصفحات الكتاب تترك على الأمل الهش للشاعر.